لماذا تصل إلى مرحلة الاستقلال التام عن راويها؟ لكن أي رواية وأي فيلم وأي سيناريو يذكر براويه، يذكر بخالقه بكاتبه، إنجاز التعبير، فهو خائب تماما، كما يقول هذا الأديب الإسباني العظيم ماريو بارغاس يوسا، يقول خائبة تماما هذه. ليه؟ هنا نعود إلى موضوع القصدية. سنوضح كلام يوسا بطريقة علمية أكثر إلى موضوع القصدية عبر شكسبير. في الحقيقة هذا ليس لي، أنا أقتبس هذا من باب الأمانة العلمية أيضا من عالم الإناثة أو الأنثروبولوجي الإنجليزي الشهير، اسكتلندي طبعا هو الأصل، الشهير روبن دمبار. إذا سمعتوا عن عدد دمبار نمبر، هذا هو دمبار. عدد دمبار هذا بده موضوع ثاني. المهم 150، عدد دمبار 150. روبن دمبار حدثنا عن سر عبقرية شكسبير. سر عبقرية شكسبير متخذا من رواية عطيل مثله نموذجا للدرس. ايش القصة باختصار؟ من قرأ عطيل يعرف طبعا، لكن باختصار أيها الإخوة، شكسبير عرض لنا إياغو الخبيث هذا الدساس النمام مفسد العلاقة. إياغو أراد أن، إذن أول مرتبة صح؟ أراد أن يقتنع عطيل مثله أن المرتبة الثانية أن محبوبته المشؤومة ديدمونا أنها المرتبة الثالثة واقع في حب أو في شرك كاسيو، وأكثر من هذا، وأن كاسيو أيضا يحب ديدمونا. عندنا 4 مراتب للقصد، 4 مراتب للقصد. لكي تكون راويا وحكاء ومسرحيا ناجحا لابد أن تتحرك في المستوى الذي يفوق المستوى الثالث للقصدية. إذا علقت في المستوى الثالث لست حكاء جيدا بالمرة. إذا المستوى الرابع فالخامس، شكسبير السادس، أنت رهيب، أنت روائي رهيب جدا، سوف تختلب ألبابنا، سوف تختلب ألبابنا، سوف تسيطر علينا، سوف تسيطر علينا. شكسبير في الحقيقة هو تخيل هذا حين كتب هذه المسرحية، وأراد شكسبير من الجمهور أن يعتقد أن، صار لنا 6، شفتوا؟ أراد شكسبير أن، مرحلة هذه، من الجمهور أن يعتقد أن إياغو أراد، وال4 صار عندنا 6 مراحل، 6 مراتب للإنتنشن، للقصد، للنية، 6 مراتب. من هنا هذا الرجل فعلا كما قلت قبيل قليل فوري اختلب ألبابنا، سحرنا، وتفاعلنا دون أن ندرك. يمكن أول مرة نحلل نفكك كما فعل العلماء، لكن نشعر فعلا بميزة هذا الرجل الهائلة جدا. هذا سر هذه الميزة. الأمر يقوم على ماذا؟ على الخيال، فيكشنال وورد، العالم التخيلي، العالم الخيالي، العالم كله عالم خيالي. هذا من إبداع هذا العبقري العظيم الموهوب. بين قوسين حتى لا تفوتني الفكرة أيها الإخوة، الخيال خطير، الخيال خطير. على فكرة الطفل حين يبدأ في إدراك قدرة الخيال على البناء والهدم، على البناء والهدم، على التأثير، على الفعل، يمكن أن يوقع عائلة في ورطة كبيرة، في إشكالات بين آباء وبين إخوانهم، بين أعمام الطفل يعني، بين آباء وبين الجيران، بين الآباء والأصدقاء، بين الآباء والأمهات، بيبقى السبب فيها طفل صغير. بس الطفل هذا ما يكونش قبل الرابعة إلى الخامسة، مستحيل يكون ابن الثالثة إلى الرابعة، فهمتوا؟ إلا أن يكون عبقريا استثنائيا. طفل إلى سن الرابعة يكون خبيرا في السلوك فقط، وليس خبيرا في المحتوى العقلي. يعني لا يمكن أن يقوم بعملية التذهين، mentalizing، أنه يفهم محتويات عقلك ويفهم لما أحيانا، أو يسأل سؤال لما اخترت هذا دون هذا، وأن معتقداتك ورغائبك تختلف عما لديه لا يمكن. بين الرابعة والخامسة يبدأ في اكتساب هذه اللي هي نظرية العقل، ويبدأ يصبح روائيا خطيرا، يبدأ يصبح روائيا. هتقول لي قبل هيك الطفل ما عندوش محاولة روائية، عنده، ابن الثالثة عنده. مين اللي سرق هذه قطعة الجمهور؟ مين اللي أخذ